فكل توقع وعشم وأمل في بني آدم مش مضمون. فاوعى توزع مراسك في حال حياتك مهما كنت بصير بحال أولادك وأهلك. فممكن بنتك اللي اتضايقت عند ولادتها تكون أنفع ليك من 1000 ولد. ومين كان يتخيل إن الحمل اللي فزع مريم وخلاها تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا يديها في الآخر نبي كريم زي عيسى. وانت ما تعرفش في النهاية مين متشلك فيه الخير ومين متشلك فيه الشر. من أهم المبادئ اللي لازم تكون في قاموسك وانت بتتعامل مع الناس هو إنك تعرف إن الناس بتتغير وملهاش ثبات على حاجة. فاللي نصرك النهاردة ممكن يخذلك بكرة، واللي كان سبب نجاتك في موقف النهاردة ممكن يكون سبب قهرتك في موقف تاني بكرة. وده مبدأ ربنا وضحه في القرآن ووضوح الشمس وقال لنا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كلمتين فيهم خلاصة الخلاصة في فن التعامل مع الناس وتقييم العشم فيهم. كلمتين ربنا ذكرهم في وسط آيات الميراث عشان يحذرك إنك تظلم أو تقدم حد على حد في مالك وورثك، وتسيب فريضة ربنا تمشي زي ما ربنا قدرها ووزعها من غير تدخل منك. فأنت مش عارف بكرة مين أكتر الناس نفع ليك. فأنت مش عارف بكرة مين اللي لو وقعت هيشيلك، مين اللي لو احتجت هيجيلك ويديلك. ووقت العشم الكبير هتكتشف إن وقت الجد مفيش حد. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وده مبدأ مش في الميراث وبس لكن في كل أمور حياتك. فكل توقع وعشم وأمل في بني آدم مش مضمون، وانت ما تعرفش في النهاية مين متشلك فيه الخير ومين متشلك فيه الشر. فيوسف مثلا اخواته اللي هم اقرب الناس ليه واللي مفروض يكونوا سبب نصرته رموه في البير بنفس راضية وهادية عادي، والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة. رماه القريب وتلقاه الغريب. فانت ما تعرفش مين بكرة ممكن ينفعك. فاوعى توزع مراسك في حال حياتك مهما كنت بصير بحال أولادك وأهلك. فممكن بنتك اللي اتضايقت عند ولادتها تكون أنفع ليك من 1000 ولد. وممكن البنت اللي بتكسرها وبتفضل إخواتها الولاد عليها في الميراث تكون هي الظهر اللي يسندك لما تميل عليك الحياة. وكان من أب وأم لما تقدم بيهم العمر ما شالهمش غير البنت وكان الولاد قاسيين. فمهما كان عندك خبرة فعمرك ما هتقدر تحكم فلان ده في النهاية هينفعك أو هيضرك. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يتولد لك بنت فتتضايق فتكون هي سندك على الأيام. يتولد لك طفل أعمى أو معاق فتضيق نفسك وتخاف من المستقبل والأيام. وتمر الأيام ويكون الأعمى أو المعاق ده هو مفتاح الفرج والخير ليك في الدنيا وفي الآخرة، وتلاقيه في الآخرة أرفع درجة فيخلصك ويشفع لك. فإن كنت أنت بقصر علمك ده ما تعرفش مين أنفع ليك من أولادك وأهلك واللي هم أقرب الناس ليك، فما بالك بالبعيد؟ أكيد جهلك بيها يكون أعظم وأكبر. عشان كده لما تعادي ما تعاديش قوي، ولما تحب ما تحبش قوي، وخليك على خطوة واحدة من الناس كلها. ومش الناس بس اللي بيتغيروا، انت كمان بتتغير. تحب الإنسان ده النهاردة فتشوفه ملاك، وتكرهه بكرة فتشوفه شيطان، وهو العمر لا كان ملاك ولا كان شيطان ولا عمره اتبدل، لكن انت اللي نظرتك اتغيرت. فانت حتى ما تعرفش من نفسك تصرفاتك واختياراتك فيها الخير ليك ولا لا. وعشان كده اتشرعت الاستخارة. حتى الجمادات ما تتمسكش قوي بحاجة منها عشان ممكن تتغير. فقميص يوسف استخدموا اخواته النهاردة كأداة لتبرئتهم وأذية يوسف، ونفس القميص استخدم كأداة لتبرئة يوسف ونفعه قدام امرأة العزيز. فمفيش حاجة بتمشي على وتيرة ثابتة، وممكن الشيء الجميل تكون نهايته سيئة، وممكن الشيء السيء تكون نهايته جميلة. فحب يعقوب ليوسف وده شيء جميل كانت نهايته غيرة اخواته منه ورميه في البير. وخدمة يوسف في طفولته في بيت العزيز وده شيء صعب كانت نهايته انه يكرم بعد كده ويتسيد على خزاين الارض. ومين كان يتخيل ان الحمل اللي فزع مريم وخلاها تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا يديها في الاخر نبي كريم زي عيسى. ومين كان يتخيل ان البحر اللي كان سجن وحاجز لموسى هيكون بوابة الفرج والفرح لموسى واللي معاه، وبوابة الهلاك لفرعون واللي معاه. فخليك قانون في حياتك وانت بتتعامل مع نفسك او مع الناس. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا.